السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد وان شاء الله النهارده معانا طريقة تدميس الفول في الحلة زي المطاعم واحسن كمان. يلا نسمي الله ونبدأ الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا كيلو فول. اول حاجة ننقي الفولاية اللي هي لونها فاتح زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. الكيلو الفول ده نقيته كويس وغسلته كم دور كده ونقعته لمدة ساعتين، وهقول لكم لمدة ساعتين ليه، ساعتين بس. ومعايا هنا كوباية عدس اصفر غسلها برضو، ومعايا هنا نص كوباية فول مدشوش. انا ما كانش عندي الصراحة فول مدشوش، بس انا خدت شوية من الفول المنقوع ده قشرته. وطماطمايه هنا في حلة على النار، حلة كبيرة تكون كبيرة علشان الفول ياخد راحته ويستوي، ما يبقاش الحلة مكتومة وصغيرة، ما يستويش ويبقى فوق بعضه، تبقى حباية مستوية وحباية مش مستوية. هنا بحط الفول وعليه العدس وعليه الفول المدشوش والطماطمايه وبملى الحلة مية عليه وبسيبه بقى على النار. لما يبدأ يغلي ببدأ اشيل، اول ما يغلي غلوتين تلاتة كده بشيل من عليه الريم الابيض. الفول لو اتنقع، انا بسمع ناس تقول ده احنا بنقعه يوم كامل، انا بنقعه من امبارح. الفول ما بيتنقع زيادة عن اللازم الجلدة بتاعته بتتخن فما بتستويش، وبعد كده هيبقى شكله هيبقى زي الفول النابت، فهو ساعتين كفاية قوي. هنا بشيل الريم اهوت اول ما غلى، ولا بحط عليه بقى جزر ولا رز ولا بصل. بسمع ناس يعني دي هتبقى طبخة بقى، مش هيبقى فول. آه بسيبه يغلي كده وبهدي عليه النار خالص زي الشمعة. هو اخد معايا 3 ساعات على النار، وما شاء الله بقى زي الزبدة، بقى سايح. وشوفوا لونه عمره ما هيسود، لونه احمر وعمره ما يسود خالص لو عملتوه بالطريقة دي. شوفوا دايب خالص. جربوا الطريقة ديت حلوة. آه لو مش لو يعني الطماطمايه لو هتسيبوه مدة طويلة ما تحطوش الطماطمايه، لكن لو هتستعملوه على طول عادي حطوا الطماطمايه. ولو ان انا بكيسه وبحطه في الفريزر عادي مش بيجراله حاجة. آه، اهو ده الشكل النهائي، تحفة، جميل جدا وزي الزبدة وطعمه حلو قوي. جربوه، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا له لايك. يلا شوفوا وشكوا بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.